اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه كلكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. بصوا بقى يا جماعة، النهاردة كان اليوم هو ما كانش صعب ولا حاجة. نزلت جبت بقى جمبري وقلنا نعمل النهاردة أكلة ايه، أكلة فوسفور حلوة كده زي ما انتوا شايفين. نزلت جبت بلح وجبت كابوريا وجبت جمبري، وقلنا ايه، يلا نقضي اليوم النهارده كله فوسفور في فوسفور كده ونعمل الاكل زي ما انتم شايفين. بدأت طبعا ان انا ايه، قبل ما اعمل اي حاجة، عملت كل الجزر والبصل وكل الحاجات اللي انت شفتوها ديت. انا عملتها في الكبة الاول عشان تبقى جاهزة معايا للرز والخلطة اللي هي ايه، اللي انا بحطها على الجمبري، والخلطة اللي انا حطيتها دلوقتي على شوربة السفود. جبت حلة كده ونزلت بالحاجات كلها، اللي هو البصل والجزر والفلفل والثوم، وطبعا سبتهم يتشوحوا كتير ولغاية ما ريحتهم طلعت وبقت حلوة قوي. رحت بقى عملت ايه، رحت جايبة بقى البلح وجايبة الجمبري وجايبة الكابوريا، ورحت نازلة عليهم في قلب الحلة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وخدت من التتبيله بتاعه السمك كده، اللي هي بتاعه الجمبري يعني، وكده انا حشيت السمك بتاعي من الخلطه اللي انا عملتها في الاول. طبعا معلش كان في حاجات في الفيديو كده يعني نسيت اصورها وكده. وهنا بقى يا جماعه الجمبري بتاعنا عملته، وكده كنت بوضب اعمل رز. بصراحة اليوم تحس ان كان فيه لخبطة كده، حتى في التصوير كان فيه لخبطة. دوت حشوة السمك بشوحها كده عشان انزل بالرز، عشان يبقى رز صيادية حلو قوي. ده عبارة عن جزر وبصل وتوم وفلفل. وطبعا معايا لو عايزين الرز بتاعنا يبقى سبايسي شوية، ننزل بنص قرن فلفل حامي كده. طبعا فضلت اشوح لغايه ما ريحته طلعت، ونزلت بالميه وعشان ناخد منه شوربه كده حلوه. دولت 3 اصناف جمبري صغير وكابوريا وبلح البحر. هنا بقى خلاص شوحت كده، بشوح الرز كده. وطبعا عندي شوربه مغليه، شوربه الجمبري، ونزلت بربع معلقه كركم، او لو عندك اللهم صل على النبي، لو عندك لون اصفر او كركمي كده ممكن تنزلي عليه بشوية. شايفين دي شوربة الجمبري، وهنزل عليها بربع معلقة بسيطة كده من الكركم الاصفر عشان يخلي شكل الرز بتاعنا جميل زي بتاع المطاعم كده. واكلة الاسماك النهاردة كانت جميلة جدا. نزلت كده، طبعا الرز سخن والشوربة سخنة جدا، نزلت بيها كده زي ما انتم شايفين. وسبتها بقى على نار هادية خالص لغاية ما استوى وبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه في اخر الفيديو. يلا بقى، لو انت لأول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. اهم حاجة بقى، لو عجبك الطريقة السريعة بتاعتي ديت اكتبي لي في الكومنتات وشجعوني كده. طبعا هنا بقى قلت بقى خلاص عملت الرز وعملت الشوربة، هعمل بقى الجمبري اللي هو الكبير، بس طبعا ما كانش جامبو ولا حاجة، كان وسط. نزلت كده بشوية زيت كده، هسيبهم يقدحوا. وهنزل بقى ايه بالجمبري كده بعد ما الزيت سخن كده، هنزل بالجمبري كده هديله صدمة كده. ودي الخلطة اللي انا عملتها يا جماعة، هقول لكم تاني عليها. دي جزر وبصل وتوم وقرن فلفل بارد على قرن فلفل حامي، بيدي تست حلو قوي للاكل. ابدا بقى اشوح كل الحاجات دي كلها كده مع بعضها طبعا، وهسيبه. وبعد ما تشوح هجيب طماطمايه واقطعها زي السلطه كده وهنزل بيها برضو، بس الحته دي اتمسحت مني ما سجلتهاش. وخلاص بقى واحط التوابل وطبعا نزلت على كل الاكل بتاعي جايبه توابل سمك، بتدي طعم وريحه حلوه قوي. حتى للرز حطيت منها زي ما انتم شايفين كده،
بعد ما خلص صينية الجمبري بتاعتنا بقى شكلها جميل ازاي. وده بقى شوربة السي فود المكونة من 3 أصناف. وده الرز بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا على قلبنا. يلا أشوفكم على خير.